هو ده الحل الوحيد عشان الاهلي يعمل ريمونتادا ويكسب ويصعد على حساب الترجي. غير كده مبروك للترجي. مبدئيا كده يا جماعه لازم المدرب يفوق، والكلام اللي انا هقوله ده كله محتاج حد فاهم ومحتاج مدرب فاهم. مبدئيا كده تشكيل النادي الاهلي لازم يلعب ويثبت مصطفى شوبير، ولكن انا عارف ان المدرب هيلاعب غصب عننا وغصب عن الكل، وهو يعني مش اللي لازم ومش الاحق انه يقف على حساب الشوبير. انا عارف ان المدرب هيلاعب الشناوي، ولكن شوبير والشناوي يا رب الشناوي يكون قدها. نلعب باثنين مدافعين، يكون ياسر ابراهيم وجنبه هادي رياض. ياسر ابراهيم وجنبه هادي رياض، دول نثبتهم زي ما هم ناحيه اليمين. ودي محتاجه مدرب، ودي محتاجه حد عاقل وحد فاهم. محدش يقول لي احمد عيد في ظل غياب محمد هاني لتراكم الانذارات لازم تلعب بحسين الشحات يمين شمال. هو حسين الشحات، ما تنساش برضه ان حسين الشحات الباك اليمين ده مركزه من ايام لما كان بيلعب مع المقصه. لازم حسين الشحات يلعب في الباك اليمين. ناحيه الشمال زي ما هو يوسف بالعمري في نص الملعب. وحط تحت كلمه في نص الملعب مليون خط. الحمد لله ان ديانج مصاب ومش هيلحق الماتش. هنلعب بمروان عطيه وجنبه بن رمضان، عشان ده ماتش بن رمضان، والماتش اللي فات كنت لازم تلاعب بن رمضان. مروان عطيه جنبه بن رمضان، وانا بقول لكم ده ماتش بن رمضان، وبنسبه 90 95% بن رمضان هيعمل ماتش تاريخي وهيسجل او هيعمل اسيست او هيجيب ضربه جزاء. وحط على كلامي تحته مليون خط. بن رمضان كلمه السر في عوده الاهلي امام الترجي. هنلعب بقى بخطه 4-4-2. ناحيه اليمين مايل شويه امام عاشور، ناحيه الشمال مايل شويه بن شرقي ونلعبه في مكانه. هنلعب باثنين مهاجمين. تحت المهاجم مايل سنه هيكون تريزيجيه، وجنبه لا غنى عنه لازم يلعب وهو ده ماتشه محمد شريف. محمد شريف مهاجم جراي، مهاجم فراك، مهاجم بيعرف يضغط وبيسحب المدافعين وعلى الاقل بيجري وبيتحرك ومزعج. ده ماتش محمد شريف. لما تلعب جنبه تريزيجيه ومحمد شريف ياخد عين اللعيبه وياخد المدافعين ويسحب المدافعين لتحت ويخرجهم بره اللعب في اي اوفر او في اي عرضيه، هتلاقي تريزيجيه بيكمل. وهي دي لعبه تريزيجيه علشان يسجل. هي دي لعبه تريزيجيه. ومحدش يقول لي زيزو يلعب، ده مش ماتش زيزو، ده ماتش حسين الشحات، ماتش بن رمضان، ماتش محمد شريف، ماتش بن شرقي. وحط تحت الكلام ده مليون خط. كل الناس يقولوا في الكومنتات التشكيله دي باذن الله نكسب بيها الترجي ونصعد، ولا الترجي هو اللي هيصعد؟